السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. طبعا النهارده في غبور فرع القطاميه جاي لكم هصور لكم الهيونداي اكسنت ار بي الفئه الثانيه، الفئه اللي الكل بيخاف منها بسبب عوامل الامان بتاعتها. هنبص عليها واقول لكم هل العربيه تكون مقابل سعر ولا لا، ايه الامكانيات اللي فيها كويسه، ايه اللي وحش فيها، كل ده هنعرفه بالتفصيل. بس قبل كل ده حابب اكلمكم عن اساسيات العربيه. العربيه بتيجي بموتور 1600 سي سي تنفس طبيعي، متوصله طبعا بفتيس اوتوماتيك عادي اعتمادي، مفيش فيه اي مشكله. منظومه الاداء كويسه مش وحشه بالنسبه للفئه السعريه دي، وما فيهاش اي اعطال تقريبا هتقابلك. فالعربيه انا شايفها الصراحه اعتماديه بحت، ويمكن دي من اكتر الحاجات اللي بتميز العربيه دي. حتى بعد ما تم الانتاج او وقف الانتاج الكوري بتاعها او الفئه الكوريه بقت تتجمع في مصر، لسه العربيه بتبيع وبتبيع بكميات، على الرغم ان انا كنت انتقدت العربيه قلت ان انا مش هتبيع. بالعكس، خفت توقعاتي وبعت. ليه؟ عشان عربيه اعتماديه ما فيش فيها مشاكل، وفي الاخر قطع غيارها وصيانتها متوفره في كل حته، مش لازم التوكيل. طبعا النهارده زي ما قلت لحضراتكم في غبور فرع القطاميه، فانا اساسا يعتبر في التوكيل يعني. برضه هنتفرج على العربيه ونشوف كل حاجه فيها هل فعلا تستحق ثمنها ولا لا، وهقول لحضراتكم سعرها امكانياتها، كل ده واحده واحده هنتفرج عليه لحد الاخر. فانتوا تقدروا بعد الفيديو ده تحددوا هل العربيه دي فعلا تناسبك ولا لا. انتظروا. ده شكل العربيه من قدام. طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا معايا المفتاح، هنجربها، هديها كونتاكت، برضه هنشوف كده شكل الشاشه التاتش والكلام ده كله بالتفصيل. طبعا العربيه من قدام مش هتكلم على شكلها عشان تبقى محفوظ، يعني العربيه بتنزل اساسا كوري بقالها سنين، فالناس عارفه الشكل ده، فمش محتاج طبعا اتكلم عن الديزاين او الكلام ده، اقول مثلا ان الشبكه هنا مثلا تحت شبكه عريضه وفوق صغير شويه، كل ده مش محتاج اقول ان انوار هالوجين، الناس طبعا عارفه كل ده. انا بس هلف حوالين العربيه برده بحيث لو انت اول مره تشوفها، وطبعا ده اللي هو استحاله، برده تبقى بس واخد فكره عن العربيه وعن امكانياتها وعن فعلا اللي العربيه بتقدمه. طبعا الفئه دي بتبقى تصاوت عاديه مش جنوط سبور، بيبقى فيها اشارات هنا في المرايات، اشارات هالوجين طبعا مش ليد. نفس الكلام هنا من فوق فيها فتحه سقف، والاريا العادي يعني الاريا انت لازم انت تجيبه وتركبه. شكلها من ورا طبعا ده هنقعد في جواه من جوه وهنشوف كل حاجه بالتفصيل. انا بس الاول باخد لفه من بره علشان الناس تبقى عارفه شكل العربيه بالكامل. طبعا من ضمن عيوب الفئه دي بالذات الامان، ان الامان فيها للاسف ضعيف جدا للاسف يعني، على الرغم ان فيها امكانيات كويسه، بس زي ما قلت لحضراتكم للاسف الامان بتاعها مش كويس. ده كده شكل العربيه من جوه. برضه دلوقتي هنشغل الكونتاكت ونشوف الشاشه التاتش. طبعا الفئه دي بيبقى فيها شاشه تاتش، طبعا عملي في الاخر تجميع مصري يعني مش تجميع خارجي، لا هو تجميع محلي هنا. طبعا التكييف في المانيوال البكر العادي، فيها تحت مخرج يو اكس ويو اس بي، وهنا ده الولاعه، وده مخرج 12 فولت. طبعا ده زرار الانتظار. هنا في زي حته كده بيانو بلاك عشان تجمل المنظر، ونفس الكلام عند الفتيس. طبعا الفتيس زي ما قلت لحضراتكم اوتوماتيك عادي خالص اعتمادي بحت، برده حته بيانو بلاك. فرامل اليد المانيوال مش كهرباء، كل الفئات هنا ما فيهاش كهرباء. مثلا اليد اللي مساحته الى حد ما غويطه يعني، هي مش كبيره قوي بس كويس يعني تقضي الغرض. طبعا هنا كل الخامات بلاستيك يعني زي كانت الكوري نفس الكلام. الفئه دي كانت برده كلها بلاستيك، ما تنزلش منها حاجه يعني، هنا بلاستيك وهنا بلاستيك، يعني بقى لحد ما بلاستيك فيه زي شكل كده مدي تطعيم، بس في الاخر بلاستيك يعني. ما تنتظرش برده حاجه كتير قوي من السعر ده، برده كل ده زي بلاستيك بس مدي شكل كروم يعني كده مجرد شكل. فتحات التكييف هنا، فتحات التكييف هنا. الطاره فيها طبعا بلوتوث، وطبعا تحكم هنا في الراديو. بالازاز الاوتو داون بس يعني. استنوا كده نشغل الكونتاكت عشان اوري حضراتكم الكلام اللي انا بقوله ده. طبعا هنا مش ستارت وستوب انجن، هنا الكونتاكت عادي خالص. دورنا كده كونتاكت بيوصل اهو العربيه، بيشوف كل لو في اي عطله اي حاجه. ده شكل العدادات، شكل اللي كل الناس برضو عارفاه، ما فيهوش اي حاجه مستجده. الشاشه اشتغلت. لحد ما الصوت كويس مش وحش يعني الصراحه الصوت بتاع العربيه مش وحش.
شوف الاعدادات طبعا فيها بلوتوث، فيها العرض بتاع الشاشه، الاوبشنز بتاعت الشاشه كلها، الاضاءه والكلام ده، الاتصال بتاع البلوتوث او اندرويد اوتو، وطبعا فيها ابل كار بلاي. ده طبعا اوبشن كويس جدا ومحترم يعني بالنسبه للفئه السعريه دي. موجود دلوقتي في اي تقريبا معظم العربيات نفس الفئه السعريه موجود فيها زي الام جي 5 يعني. ده طبعا الاي ام والاف ام، ده لو انت مثلا في فيديو ولا حاجه موصل فلاشه. طبعا ده الاندرويد الابل كار بلاي والاندرويد اوتو اللي قلت لحضراتكم عليهم، بس طبعا انا مش مشغلهم عشان مش معايا واسطه. ده الاوبشن بتاع الشاشه كلها، وده البلوتوث لو انت موصل بلوتوث وحابب توصل بيه، بس انا طبعا مش موصل بلوتوث. ده تقريبا كل حاجه عن الشاشه، وهنا طبعا في التاريخ والوقت بالظبط. نيجي بقى لخامات الباب. طبعا شكل العدادات برضه زي ما قلت لحضراتكم عادي، وهنا الاضاءه عاديه ما فيهاش اضاءه اوتوماتيك. تمام. نيجي بقى لشكل الباب، وهو اللي فيه ازاز اوتو داون بس يعني بضغطه واحده، بس عشان ترفعه لازم تفضل دايس، يعني ما ينفعش ضغطه واحده. طبعا كل ازاز الباقي عادي بقى زي ما كل الناس عارفه. التحكم طبعا في مرايات هنا كهرباء، بس المرايات مش ضم كهرباء، يعني المرايات ليست ضم كهرباء عشان برضه تبقى الناس عارفه. المرايه انت بتضمها بايدك عادي. ده طبعا لوك الابواب، وده عشان الازاز الخلفي. كل ده طبعا الناس عارفاها في اي عربيه يعني. تمام. هنا طبعا الخامات المسيطره هي طبعا البلاستيك، اللهم الا الحته دي بس كده قماش مبطن شويه مدي ملمس كويس، وحتى الحته دي مسند الايد بلاستيك يعني. ده طبعا طبيعي في الفئه السعريه دي، ما تنتظرش منها كتير يعني. طبعا المرايه يعني مش ذاتيه التعتيم، لا المرايه زي ما احنا عارفين مانيوال. العربيه فيها فتحه سقف كهرباء افتحها لحضراتكم. نقفلها تاني. الإضاءة بتاعتها طبعا خليها مع الدور. طبعا ده المايك عشان البلوتوث في السقف هنا، يعني في السقف المكان دوت المفروض يبقى هنا فيه مراية، بس المراية هنا مش مفيهاش إضاءة، يعني هي مجرد مراية بس من غير إضاءة. تمام. طبعا هنا فيها زي حافظ الكارنيه كده، عشان لو انت مثلا على الصحراء او حاجة وخدت اللي انت دفعت بيه الكارت اللي انت دفعت بيه تعرف تحتفظ بيه ما يضيعش. ده تقريبا كان بالنسبه لكل حاجه. انا برضه هحاول اظبط القعده على رجلي بالظبط عشان لما قاعد ورا ما اتضايقش، بحيث برضه ابقى قايل لحضراتكم مساحات بالظبط. انا دلوقتي كده قاعد قدام مظبط القعده عندي بالظبط، وورا يا دوبك يعني رجلي بتتحرك، بس طبعا مفيش قدام مساحه كبيره، اللي هو ان لو حبيت اخد راحتي في القعده رجلي هتدور. فيعني دي حاجه مضايق يعني، الصراحه ضايقتني شويه. اي نعم انا كنت مرجع الظهر شويه، الظهر ده نفسه انا مرجعه، بس برضه حتى لو طلع قدام برضه هيبقى يعني هي ورا مش اوسع حاجه ورا يعني. ونفق الفتيس الصراحه مش عالي، يعني الميزه فيها ان نفق الفتيس بتاعها مش عالي. يعني انا طب لو جربت كده اقعد في النص غالبا هتحشر غالبا. يعني لا انا مش هينفع اقعد في النص، انا نفسي مش هينفع اقعد في النص خالص. اللي هنا ضقره وهنا ضقره ومش مستريح في القعده. يعني في الكنبه ورا تاخد شخصين، يعني 3 لو رفيعين، لكن لو شخص مليان شويه للاسف مش هتاخد اكتر من 2 بالكتير قوي يعني. طبعا ده شكل العربيه من ورا، يعني شكل التابلو اللي انت بتبص عليه من ورا شكلها كويس يعني نفس الناس عارفاه، بس طبعا زاد عليه شاشه تاتش. طبعا الفرش كله قماش مش جلد، الفرش كله قماش طبعا سوفت جدا يعني. طب العربيه دي قيمه مقابل سعر؟ لا بص انا شايف ان العربيه دي صراحه قيمه مقابل سعر كويسه يعني مش وحشه. العربيه دي قيمه مقابل سعر كويسه، بس عوامل الامان يعني انت عايز تجيب العربيه دي تجيب الفئه الثالثه او الرابعه. الفئه الرابعه هتبقى محترمه جدا، فيها كل الاوبشن اللي انت عايزه، فيها كل عوامل الامان. برضه ده كل ده هقوله تاني في نهايه الفيديو مع حضراتكم ان شاء الله. طبعا خامة الابواب زي قدام بالظبط مفيش اي اختلاف. نرجع دلوقتي نبص على شنطة العربية. دلوقتي كده نفتح الشنطة ونبص عليها كلنا مع بعض طبعا بالريموت. مساحة الشنطة واسعة، يعني مساحة الشنطة لا كويسة يعني مش وحشة بالنسبة للعربية في الفئة السعرية دي. لو جينا نبص تحت على الاستبن، ده الاستبن طبعا المفروض يبقى معاه طبعا من العدة، بس هم شايلين هنا في المعرض يبقى معاه طبعا العدة بتاعتك كلها. طبعا دي اللحامات، يعني مش افضل لحامات بس اهي يعني على قد سعرها، على قد سعر العربيه برضو، مش لحامات بي ام ولا مرسيدس يعني. تمام. ده شكل الشنطه الخلفيه، تسيع مثلا لو انت مسافر مع اسره 3 4 شنط
وهتبقى مستريح، يعني الشنطه واسعه الصراحه. طبعا ده شكل العربيه او شكل الموتور بتاعها. الموتور زي ما قلت لحضراتكم 1600 سي سي، متوصل بفتيس اوتوماتيك اعتمادي جدا، فالعربيه من الاخر اعتماديه. نبص كده بقى، عايز ابص على شويه تفاصيل في الحوض. تمام. اول حاجه اللحام هنا يعني مش احسن حاجه خالص زي ما باين. البطاحات دي البطاحات بتاعت العربيه، طبعا يمين او شمال ويمين هتلاقي برده هنا في بطاحه تانية. الشاسيه مكمل لحد الاخر، يعني دي ميزه مش عيب الصراحه، ان الشاسيه تلاقيه مكمل لحد الاخر، مش موجود يعني في عربيات كتير قوي الشاسيه بتاعها مش مكمل لحد الاخر. بس اكتر حاجه مستفزاني هنا في العربيه اللحامات، يعني تلاقي اللحام هنا زي كده او الكلام ده كله، يعني مش احسن حاجه يعني. بس في الاخر زي ما قلت على قد سعرها. ده شكل الموتور كله، بس برضه تبقى الناس عارفه شكل العربيه وشكل الموتور بتاعها عامل ازاي. موتور سهل توصل فيه لاي حاجه يعني، بطاريه باينه بسهوله، الموتور، الزيت، الميه اللي انت بتزودها، اي حاجه يعني كلها ظاهره قدامك، مفيش فيها اي مشكله يعني الصراحه. دي ميزه. الفلتر اللي عايز تغيره، اي حاجه، كل حاجه باينه هنا. تمام. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. زي ما قلت لحضراتكم العربيه دي تكون مقابل سعر كويسه، بس الفئه الثالثه والرابعه دي عشان عوامل الامان. بتبدا تاخد فيها ايرباجز محترمه، نظام الاي بي اس، اي بي دي. طبعا الكلام ده كله بيفرق لو انت واحد مهتم بالامان، او الامان هو رقم واحد بالنسبه لك. لو انت الامان مش فارق معاك، فالفئه الاولى او الثانيه براحتك، يعني في الاخر دي حريه شخصيه. انا ليا النصيحه، فانا العربيه دي كويسه جدا، هقول لك فيها امكانيات كويسه محترمه قدام السعر اللي بتقدمه. زي ما قلت في الفيديو، اللحامات مش احسن حاجه، في حاجات مش عجباني، بس كويسه في الاخر بالنسبه للسعر. لكن لو انت الامان عندك مهم، لا فشوف حاجه احسن، او هدي الفئه الثالثه او الرابعه. والافضل هات الرابعه عشان تاخد امان وكماليات، ما يبقاش دفعت فلوس على الارض. طبعا هقول تاني وتالت، العربيه دي متوفره في التوكيل من غير اوفر برايس. يا ريت يا جماعه بلاش اي اوفر برايس، فبلاش يعني تخلي اي تاجر يستغلك. وروح احجز من التوكيل، ما فيهاش اي مشكله. انا حتى لو تلاحظ انا بصور معظم فيديوهاتي من التوكيلات عشان ما اشجعش على ظاهره الاوفر برايس. دي حاجه انا حبيت اتكلم عنها في نهايه الفيديو، وان شاء الله انا ناوي اتكلم عنها في نهايه كل فيديو عشان الناس وعيها يزيد، لان في الاخر هدف من القناه دي هو وعيك انه يزيد. فالعربيه اعتماديه جدا، ما فيش فيها اي اعطال. عربيه 1600 سي سي، تنفس طبيعي، فتيس اوتوماتيك. لو انت واحد بتحب تريح دماغك، مفيش عندك اي مشكله، فالعربيه دي فعلا مناسباك، وفعلا العربيه دي تستحق ان انت تجيبها وتقتنيها. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لاي استفسار على الواتس تقدر تكلمني او تبعت لي على الواتس على 011 438 3854. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.